أنت مؤلف كتاب. نعم. إيش اسم الكتاب؟ في كتابين: تطوير عن الذات وأضرار الزواج المبكر. أضرار الزواج المبكر. يعني مثل أضرار الزواج المبكر، هل أنت يعني جربتها مثلا؟ لا ما جربتها، لكن أعطيت مقاييس. يعني أنت لو تلاحظ سبب العنوسة في المملكة تقريبا يفوق 70% سبب العنوس وسبب الطلاق. إيه. يعني الحين ممكن آخر إحصائية عام 2000 إحصائية. أي آخر إحصائية 1435. إيه؟ نسبة الطلاق تقريبا 70%. السبب لأنهم متزوجين من بدري، فما عرفوا يكونوا حياتهم صح، فأدى إلى الطلاق. أنت ذكرت معلش في برنامج سوالف رياضية مع الناقد الرياضي خالد قاضي. نعم. سألوك عن تخصص، قلت لهم هندسة. ما أدري إذا المقطع موجود يا شباب. موجود المقطع. أي هندسة. هندسة. علم نفس وهندسة. أنا طالع مصر دارس هندسة وهنا علم نفس. في أي جامعة في مصر؟ في القاهرة. أي جامعة؟ شو اسمها؟ جامعة القاهرة. جامعة القاهرة. إيه؟ درست 4 سنوات؟ جامعة الدول العربية. جامعة الدول. إيه؟ إيه. درست 4 سنوات هناك؟ لا ما درست، تقريبا سنة. هندسة في إيش؟ في إيش؟ هندسة ميكانيكي. طيب. من الشروط أن يكون لك تقدم شيك 30 مليون. نعم. قدمت؟ قدمت. في اديسون ذا الاجنبي حلو. كان فاشل في الدراسة. شوف الحين العالم ماشي على القواعد حقته ماشي. أفلاطون الفيلسوف. زين. حلو. إيش قال عن تعريف الذات؟ ما أدري عنه. عفوا. تفضل. هذا. شكرا جمهور الاتحاد على ثقتكم فينا. شكرا. بإذن الله أعدكم العميد 2005 يرجع. في منديل؟ أعطونا منديل يا شباب. في منديل يا شباب ولا بشماخي خلاص. ايش ابرز الكتب اللي تقراها؟ حياة الإرادة الغازي قصيب المرحوم. الشيء الثاني بس والله كتب كثير لو عدها. ممكن انت ما انت مطلع على كتب، يمكن اقولها لك وانت ما تدري. انت سالت السؤال ما تدري عادي، ما مشكله. انا يعني استفيد منك الان. الله يسعد. ان شاء الله بعد اللقاء تستفيد، تروح عندي في المكتب واخليك تستفيد. جميل. فكره انت كنت تقدم الدوره ب 4000 ريال؟ لا غلط. كم؟ غلط. ب 400 ما هو ب 4000. لان فيه الغرض ايه البوستر اللي نزل كتشويق عندنا في السعوديه هنا خالف تعرف. خصوصا النظاره صراحه انا بملك ان شاء الله في الشهر الجاي باذن الله. الله يوفقك. من شروط زوجة حياتي سعيدة الحظ انه تقول اول وحده ان شاء الله اول من يشوف عيونك انا. الهندسه الموحن هندسه. لا ما قصدي ميكانيكا وفيه كل شيء. طيب اغلقت ديسكو. ابيك تعذرني والله غصب عني. لا هذيك اعذرونا مشاهدينا. مسكت. عطنا الموضوع. سناب شات يقال انك فشلت فيه. انت ناجح في الكيك وناجح كوميديا فقط. طيب انا اقول لك اسمع. حلو معك انا. تعدد وسائل التواصل الاجتماعي اثرت على فيحان. تشتت فجأة كوميدي ظهر لنا، او عفوا ظهر لنا كوميدي كنت ممتع. فجأة انتقلت إلى الثقافة، انتقلت لأنك فقدت الكيك، فقدت المتابعين. أكيد. فقلت ببحث عن نفسي في أماكن أخرى. لكل زمن رجال. فمع تعدد البرامج لا علاقة بي. لا يحدث العاقل بما يعقل. أنا جالس يعني أناقشك عن تصريحات. إذا أنت ما تدري عن حياتي، أنا من مواليد الرياض ودرست في مدارس عليهم معلمين عليهم الكلام. عليهم معلمين. معلمين عليهم الكلام. انترناشونال يعني؟ ها؟ انترناشونال؟ لا معلمين يعني كان لهم صيت. صيت. ايه جميل. كيفك في الانجليش؟
والله انت حاور بالانجلش ولا ما؟ والله انت الخسران. لا اجل خلاص، دامي انا خسران خلاص، خاف تغلبني يا فحم. طيب هل تحاول بليز جفت ماي ون وتر. طيب قفت ايش؟ قصة الروز. ايجار هي؟ لا ما هي بجار. طيب هذه لي بس بعته. قصة الروز. ايش نوعها الروز؟ لا طيب. انا كنت ايش نوعها؟ شو 2010 مديرها. لا نوع الروز حق. صراحة انا اشتري ولا ابالي في النوع ولا شيء، على طول لا جيبها. طيب فحن، احنا عرفنا كوميدي، حلو، فجأة ظهرت لنا في الساحة الثقافية، ممتاز، ثم نجدك الآن تتسلق تريد الأسد نادي الاتحاد، ايش تبغى؟ شيء طبيعي يا اخي. عندك اعلاميين كانوا يطبلون، يروحون زواجات ويدقون طبل ويدقون طبل، فجأة الحين ما شاء الله قامات واعلاميين منهم واجد يا اخي. عندك حق اكشن يا دوري وليد الفراج. والله شوف خالد قاضي، لو ابغاني اشتري بيت الحين واسكن فيه حراس نادي الاتحاد عادي اشتريه واخلصه. ماني بخيل بالواصل يا الغريمة، أنا على شوفة عيونك شفا